البنت قاصر ما عرفاش، البنت عندها 13 عام، البنت مختلة شويه. شدوا البنت، واحد فيهم تيدخلها لواحد الخربه مغتصبوها من اللور ومن القدام. هاد الناس هادو في عمرهم واحد فيهم اللي هو ولد عمي 53 عام، الاخر اللي هو لوز اختي حاشاك اللي عنده 64. راه كرشها بدات تتبان، راه صدرها بدا تيخرج. لقاو البنت مغتصبه من 2 جوايه وحامله عندها 4 شهور. وانا ما بغيتش انا هاد البنت تمشي ضحيه ديال واحد المجرم ديال خويا. انا هي عمتها اللي انا هي عمتها الصغيره، ولكن بالنسبه لساره انا هي عمتها الكبيره، وانا هي عمتها اللي غادي نوقف معاها ان شاء الله حتى تشد حقها. وانا هي اللي عمتها اللي انا دخلت في هذا الشيء وشديت لها الجمعيات وشديت لها الناس اللي قاريين وواعيين. ما غاديش نتخلى عليها كما كانت هاد البنت، ما غاديش نتخلى عليها. هاد البنت هادي ضحيه ديال واحد ديال الاباء. اول حاجه انا هاد المسؤوليه تنتحملها لخويا. بعدا اول حاجه هاد المسؤوليه تنحملها لخويا وما، حيت البنت الا انت ما وما رديتيش لها البال شكون اللي بايرد لها البال؟ انا ما تنتحملش مسؤوليه للبنت. البنت قاصر ما عرفاش، البنت عندها 13 عام وطالعه في 14 ما عرفاش. ومن غير هادشي كله هي البنت مختله شويه، فهمتي؟ ماشي طبيعيه بحالها. كاينه اختها اللي صغر منها وناضجه عليها وعندها العقل عليها. هذه مسكينه من ولخا ما كتعرفش. تصور نهار غتصبها قالت لك انا خالتي عمتي خرج ليا الدم ما عرفتش ديالاش، فهمتي؟ ولكن انا هذا الشيء هذا تنتحمل مسؤوليه. اول حاجه تنحمل مسؤوليه لباها اللي هو ما تيسوش فيهم، حيت انسان في هذيك القريه فاش تيشوف البنت باها ما تيسوش فيها ممكن يدير فيها اي حاجه بغا. واخا حدثينا على المشكل كيف بدا. المشكله خويا البنت عايشه مع امها، فهمتي؟ البنت عايشه مع امها النهار الاول، با نطلق امها، عايشه البنت مع امها تتخرج تخدم وتتخلي البنت دالحه في الدوار. هاد الجوج هادو استغلوا هذيك الفرصه، شدوا البنت. واحد فيهم تيدخلها لواحد الخربه، وواحد فيهم اللي حاشا وجهك اللي انا ما نقدرش نقول عليهم عائلتي، اللي تنقول عليهم حاشا كلاب. ماشي هادوك حاشا ولله واش يكونوا من العائله، وحاشا ولله واش يكونوا بشر. اللي شدوا البنت عندها 14 عام واغتصبوها من اللور ومن القدام. راه هادو انا ما تنسميهمش انا بشر، هادو تنسميهم حيوان. هاد البنت اخويا، هاد الناس هادو في عمرهم واحد فيهم اللي هو ولد عمي في عمره 53 عام، والبنت والاخر اللي هو لوز اختي حاشاك، لوز اختي اللي عنده 64 عام. يعني الناس يعني عندهم الحفايد ديالهم بجوج فيهم، عندهم الحفايد ولادهم والدين. انت راه شتيهم قبيله قدامك، راه شتي غير ولدو شتي قداش عاد باك قداش في نظرك غادي يكون. ما عليناش، شدوا البنت. واحد فيهم تيدخلها البلاصه فين تيخدم داكشي ديال الطين واللي هو ولد عم با، والاخر تيدخل البنت تيدخلها البلاصه في واحد الخربه عنده، واحد الدار كانت قديمه عنده رايبه، فهمتي؟ منين شدوا البنت تيغتصبوها لمده 4 شهور وتيغتصبوا في البنت. اش تيقولوا ليها؟ تيعطيوها الفلوس. ولد عم با تيعطيها 5 دراهم، والاخر اللي هو لوز اختي تيعطيها 3 دراهم، وتيقولوا ليها بحال هذاك. انا ما فهمتش واش هاد الناس متفقين على هذيك البنت بجوج ولا ما فهمتش. انا لحد الان باقي ما فهمتش. المهم سيدي، شدوا هذيك البنت تيغتصبوا فيها من مده 4 شهور. مشاو العيالات طاوع الدوار، شدوا هذيك البنت داوها عند جدها اللي هي امي، داوها عندها. قالوا ليها هاد البنت هادي راه ماشي طبيعيه، راه كرشها بدات تتبان، راه صدرها بدا تيخرج، خاصك تمشي البنت ديري ليها سرفاتيكا. فعلا هزوا البنت داوها داروا ليها سرفاتيكا في ايتورير. لقاو البنت مغتصبه من 2 جوايه وحامله عندها 4 شهور.
مشينا ديريكت لعند الجندارم، درنا المحضر عند الجندارم، تصنتوا لينا، مشاو الجندارم جابوا البنت، حققوا معاها هي الاولى. لقاو الجندار تاع ايتوري، تنشكرهم من هذا المنبر، لقاوهم فعلا راه هذاك الشيء اللي قالت لهم البنت، دوك الدلائل كلها هو اللي قالت لهم البنت فين تينعسوها وكل شيء، مشاو صوروه، هما مشاو مع البنت صوروه، كاع داك الشيء فعلا لقاوه، ماشي كذبات عليهم. يعني البنت عارفه وعارفاهم هما، حين تكون ما كانوش هما، راه الدوار كله هو عامر بالدراري كبار وصغار. واخا البحث واش قالت لهم شي اماره، قالت لهم شي نعت، قالت لهم راه واحد فيهم اللي هو لوز اختي عنده الفتحه في كرشو، وفعلا هذا السيد هذا كان فاتح المراره، فهمتي، كان فاتح المراره، قالت لهم راه عنده الفتحه في كرشو. قالوا لي والاخر قالت لهم هذاك ما تيقيسنيش من القدام، ولد عم با ما تيقيسهاش من القدام. يعني هاد الولد ولا البنت اللي في كرشو راه ولد لوز اختي، انا متاكده انه ولد لوز اختي. سمعتي يا خويا، حنا درنا الاجراءات القانونيه ديالنا، حنا ما تسرعنا ما والو، قلنا تنشوفوا البنت واش هاد السجينيت اللي تقول صحيح ولا، حين ربما البنت باقا صغيره وهذا لا تكون سميتو. واحد دابا واحد يومين هادي ملي شدوهم الجندار تاع ايتوري، صيفطوهم لتاع حناوت، اعترفوا في تاع حناوت، قالوا راه فعلا هذاك الشيء راه كاين. وحنا دابا تنتمناو هاد البنت تشد حقها، حنا البنت واقفين معنا الحمد لله، الناس واقفين معنا، الجمعيات واقفين معنا، السلطات ما خلاوش من جهدهم، واقفين معنا الصحافه حتى هما فيما مشينا تيكونوا معنا باش حق هاد البنت ما تمشيش تضيع. وهذاك الشيء اللي فكرتها حنايا خاص واحد فيهم اللي هو باه، انا متاكده ان لوز اختي هو باه، خاصو يتحمل مسؤوليه هذاك الشيء اللي فكرتو، حين البنت باقا قاصر، باقا صغيره، باقي هي اصلا خاصها التربيه، عاد تزيد تربي، وما عندها جوج اخرين ما كاينش كيفاش غادي دير لهم. انا بغيت هذاك اللي بات الولد ولا البنت اللي فكرش البنيه يهز المسؤوليه ديالو ويتحمل المسؤوليه ديالو من طق السلام عليكم، وهذاك الشيء اللي عنده يديروا في الحاله المدنيه. هذا الشيء باش تنطالب انايا. طيب النفسيه تاع البنيه دابا كيف دايره؟ اش تعاود لكم؟ اش تقول لكم ماما كذلك؟ خويا نفسيه البنت ما فيها ما يتشاف. البنت تصول لدرجه ان ما تقدرش تقعد على قاعه اول حاجه، وثاني حاجه البنت ما باقي مسكينه مصدومه منين عرفت راسها اشنو واقع ليها، عاد صدمات. كان في الاول كان تيتصحاب لها داك الشيء، ما عرفش انايا هاد البنت، وزايدوا البنت كانت تحت التهديد، حيت هما تيقولوا ليها الا مشيتي قلتي لامك ولا باك هاد الشيء اللي درنا لك راه غادي نمشيو ونقتلوك ونرميوك في البير. فعلا حنا عندنا واحد البير في البلاد، يعني اشنا هي هاد الشيء، يعني البنت تحت التهديد، حتى اللي جات بها تهضر غادي تخاف. ولا قالوا لها خوك الصغير، قالوا لها الا مشيتي قلتي شي حاجه خوك الصغير غادي نديوه لك، ما غاديش باقي تشوفيه. واش فهمتي اخويا اش بغيت نقول لك؟ وحنا هاد البنت هادي بغينا تشد حقها، ما بغيناهاش تمشي تضيع كي ضاعوا كاع البنات اللي قبل منا. هاد الناس هادو راه ماشي، اش بغيت نقول لك اخويا، هاد الناس هادو، هاد السيد بعدا اللي تنهضر عليه انا لوز اختي ماشي اول بنت غادي يكون اغتصب، حيت هذا تحرش بعروسته اول حاجه. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ انا عرفت هذا الشيء اللي تنقول خطير، ولكن هذا الشيء راه الناس تاع الدوار تيقولوا، اللي عايشين في الدوار، اما انا تنمشي ليه مره سمعتي الناس تيقولوا ما خلاتها عروسته ما قالها، مرت خو ما قالها لي هي اختي انا. كانت واحد الخطره قال ليها تهرش بها وقالتها لراجلها اللي هو خوه، قالت ليه راه خوك عشنا قال ليها بغيتي تدخليني للحبس، انا هذا الشيء ما كنتيقوش، انا هادشي انا ما تيقتكش، بغيتي غير تدخلي خويا للحبس. قالت لي ايوا صافي غنديروا ليه خطه. فعلا دارت ليه خطه، حتى شافو بعينيه، حتى شاف اشنو تيدير لاختي، تيتحرش عليها منين تحرش عليها شدو خو نيت متلبس، تيعيط ليها تيقول لها اجي عندي للبيت، وهذا كان تيمشي عندهم غير ضيفو تيتحرش بختي، ولا وطرني هو ما تيمشيش باش يشوفهم، تيمشي باش يتحرش بختي. منين شافها هي ما دا منها حتى شي حاجه، ومن الناس من عروسته مشى لهاد البنيه مسكينه اللي ما عرفت حتى شي حاجه، ما عارفه لا منين تدخل، ما عارفاش باه تقول، ما عارفه حتى شي حاجه، هي شلحه اميه ما قاريه ما حتى حاجه. دابا هاد البنت راه خرجوا عليها بجوج، خارجه من المدرسه. تصور نتايا دابا اختها تتمشي للمدرسه، البنات الصغار تيعايروها، ترجع مسكينه تتبكي عند جدها، تتقول لها راه انا ما باقيش غادي نقدر نمشي للمدرسه حيت البنات
تيقولوا لي على ساره اختك حامله، وانا ما بغيتش انا هاد البنت تمشي ضحيه ديال واحد المجرم، ديال واحد، ما بغيتش انا هاد البنت هادي تمشي ضحيه ديال واحد خاصو ينمع من اي مرة شافها، ما قال العيالات مزوجات، ما قال عيالات خوتو، ما قالهم عروستو، ما قال حتى حاجه، ما قالها. انا بغيتو ياخذ اقصى عقوبه. الحمد لله حنا راه واقف معنا القانون، واقفين معنا الجمعيات، واقف معنا المخزن راه كاين في البلاد. ماشي سبب باش انك تغتصب البنت وتمشي تقول واحد الهضره انا ما درت والو ويطلقوك في حالاتك. كاينه شي حاجه سميتها القانون في البلاد، وحنا هاد البنت غادي نشدوا لها حقها وغادي نوقفوا معها حتى الاخر، ما غاديش نتخلاو عليها لا ماديا ولا معنويا. وشكرا اخويا. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.